بالله، لا نستعين بالجن ولا نستعين بالملائكة. الشفاء يقدر عليه الله وحده. العلاج يستطيع أن يعمله البشر، ويستطيع أن يعمله الملائكة، ويستطيع أن يعمله الجن، ولكن الشفاء بيد الله. لا أحد يملك الشفاء ولا أحد يملك الهداية. ومن قال هذا فإنه أشرك. من قال أنه يملك الشفاء ويعرف وقت الشفاء فهو مشرك ولو قرأ القرآن. نبي الله إبراهيم جاءه جبريل وهو في محنة شديدة لا يعلم بها إلا الله، رموه في النار. قال له جبريل: هل لك حاجة؟ قال: لله نعم، أما أنت فلا. اليقين. نحن الآن ضعف يقيننا فتلبس بنا الشيطان، أصبحنا نتوسل بالشياطين ونتوسل بالسحرة والشوافات، ومن يدعون علم الغيب ومن يدعون الكرامات الشركية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالرقية، أوصانا بالقرآن. شروط الرقية 3: تقوم بكلام الله بما يفهم معناه، أن يعتقد الراقي والمرقي بأن الشفاء بيد الله. والأمراض السحرية نتعامل معها كالأمراض العضوية. من الأمراض من يعالج في جلسة واحدة، ومنهم من يعالج في جلستين، ومنهم من يعالج في 3 جلسات، ومنهم من يعالج في 100، في 1000، في سنة. منهم من لا يعالج. على المرقي أن يعتمد على الله، وأن لا يفكر في وقت العلاج، في وقت الشفاء. عليك أن ترقي نفسك أيها الجني. وسوستك باطلة. أي وسواس نحاربه بالعقيدة. نحن موقنون بأن هذا القرآن شفاء، موقنون بأن هذه الجلسة سوف تشهد علينا في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا لا تقبل صلاته 40 يوما، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. أسأل الله العظيم لك الهداية أيها الجني. أسأل الله لك التوبة. أنت دخلت عن طريق سحر مشروع ومأكول. تب إلى الله، تب إلى الله. هذه الأخت سوف تأخذ العلاج المناسب بإذن الله. اللهم أبطل سحرها، اللهم أبطل سحرهم جميعا. اللهم كل من قصدنا بنية صالحة طيبة اللهم اقض غرضه واشفيه، ولا تسلط الشيطان عليه لا بالوسواس ولا بالصرع ولا بالمس ولا بالتعويقات ولا بالمعوقات. اللهم احفظنا من معوقات الشيطان وتلبساته علينا وعلى مركزنا وعلى خدامنا ومن يعمل معنا. أعوذ بالله من كل شيطان يتمثل في صورة الإنسان ويعادي الرقاة ويعادي الفقهاء. حسبنا الله.